ممكن تكون فتنة، والكاتب الكويتي برضه ممكن تكون فتنة في إن مصر ودول الخليج ما يكونوش على علاقة جيدة ببعض. ده وارد جدا، ده وارد جدا. لكن إن كاتب صحفي إماراتي يمثل دولة الإمارات كلها، ما أعتقدش، إلا لو كان الكلام من السلطة نفسها الإماراتية إن هي طالعة بتتكلم كده عن مصر، فهنا نقول خلاص بقى انتوا اللي عايزين تقفلوا بقى العلاقات مع مصر. لكن ان كاتب صحفي بيتكلم، لا، وارد يكون فتنة، وارد يكون ان هم طبعا ده من هدف اي اجندة دولية النهاردة، ان مصر والدول العربية ما تكونش على علاقة كويسة ببعض. زي ما النهارده اشتغلوا على ان الخليج، وما زالوا شغالين على ان الخليج لازم يضرب ايران، يعني يضرب ايران. والنهارده دول الخليج لما تضرب ايران ايه اللي هيتم؟ امريكا هتسحب نفسها واسرائيل هتسحب نفسها، والخليج مع ايران يشتغلوا بقى ضرب في بعض. سيبوهم لما يخلصوا على بعض خالص، ويدخلوا يحطوا ايديهم على كل النفط اللي في الخليج، ويخلصوا على كل حاجه فيهم، وياخدوا كل حاجتهم بمنتهى السهوله. لكن النهارده طلعت الامارات وقالت ان احنا مش هنضرب ايران، طلعت السعوديه وقالت ان احنا مش هنضرب ايران، وطلعوا قالوا ان احنا مش هنسمح بضرب ايران من دول الخليج. فطبعا زي ما قلت قبل كده في فيديو، ان في عقل مدبر للعرب بيدير بيكون قاري المشهد، قاري المشهد من قبل بدايته لحد نهايته. والمفروض ان احنا بنفوق حتى لو على اللحظات الاخيره، بس ان احنا ما نجرش لحروب وصراعات، وان حال الشعوب يكون على احسن حال في كل الدول العربيه. فطبعا ده هدف اي اداره حكيمه بتدير البلاد العربيه، او اي بلد عموما. زي ما النهارده فرنسا طالعه بتقول لسه خبر من ساعه ان هي مش هتشارك في فتح مضيق هرمز. هي مش هتشارك ليه؟ قال لك علشان احنا مش طرف في الصراع.